إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج أبو يعلى وابن حبان والضياء المقدسي في المختارة بإسناد صححه الألباني رحمه الله من طريق الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أيوب عليه السلام لبث بلاؤه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، إلا رجلين كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: وما ذاك؟ قال: منذ 18 عاما لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إلى أيوب حكى له ولم يصبر فحكى له. فقال أيوب عليه السلام: والله لا أعلم شيئا عن هذا عما تقولان، غير أنني أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله عز وجل إلا في خير. وكان يخرج لقضاء حاجته، وكانت زوجته تمسك يده وتصلح من شانه، تنتظره حتى ينتهي من قضاء حاجته، ثم تأخذ يده وتصلح شانه. وفي يوم أمطر عليها أيوب عليه السلام فطال انتظارها، وإذ برجل فلما رأته قالت: هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا معافا. فقال لها: أنا أيوب.
وهو يقضي حاجة أنزل الله عز وجل عليه أو أوحى الله إليه أن ارقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاسترفعته زوجته، فلما رأته سألته قالت: هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به منك، إذ كان صحيح المعافى. فقال: أنا هو. وكان له بيدران، بيدر للقمح وبيدر للشعير، فبعث الله عز وجل سحابتين، الأولى تحمل ذهبا فجاءت على بيدر القمح فأفرغت ذهبها حتى فاض، والثانية على بيدر الشعير فأفرغت الورق أي الفضة حتى فاض. هذه قصة أيوب عليه السلام. ومنذ زمن وكنت أتمنى أن أقف على قصة صحيحة لأيوب عليه السلام، لأن في قصة أيوب ورد كثير من الكلام لا نعرف له أصلا ولا فصلا. وهذه القصة قصة صححها العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقال إسنادها صحيح، ثم خرجها وعزاها لمن قلت وزاد من طريق الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبصحتها يصل كلام من قال أنها موقوفة، لأنها صحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن نبي الله أيوب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي. وفي هذا رد على مزاعم يهود عليهم لعائن الله تترى، لأنهم في التوراة التي حرفوها وكتبوها بأيديهم وافتروا على الله الكذب بكتابتهم إياها وقالوا أنها من عند الله. قالوا إن أيوب عليه السلام رجل صالح ولم يكن نبيا من الأنبياء، وافتروا عليه. والتزييف والتزوير والكذب، اليهود يتصدر القائمة في قائمة المزورين والمزيفين والمتلاعبين بالألفاظ والكلام، حتى زوروا وثيقة ذات مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكتبوا فيها أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رفع فيها الجزية عن اليهود والنصارى وأقر اليهود على خيبر، وذلك في عهد القاسم بن مسلمة. وأتوا بوثيقة قديمة جدا عليها خاتم محمد رسول الله، زوروا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وأتوا بشهادات شهد على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وسعد بن معاذ رضي الله عن الجميع، وأرخوها بأن هذا كان في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت على القاسم بن مسلمة اندهش وأخذه الشبه وارتاع لها. قال: أين العلماء؟ فأتوا له بأهل العلم. قالوا: ما قصة هذه الوثيقة؟ كتاب رسول الله ونفذه، مع أن هذا يصادم نصا في القرآن. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال:
أنفذ كتاب رسول الله. تؤتي بدليل على كذب هذه الورقة أو هذه الرسالة. فقال أهل العلم: عليكم بالخطيب البغدادي، وهو إمام كبير علم، صنف في قل ما فرع من فروع العلم إلا وصنف فيه الخطيب. فأول ما أتى الخطيب وأمسك بالورقة قال: كذب، كتاجر العملة حينما يمسك بالجنيه أو بالدولار المزور يقول هذا زور. أيضا الخطيب فعل هذا، قال: هات الدليل وإلا أنفذت ما في هذا الكتاب. فقال الخطيب: أولا عليها شهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومؤرخة بأن هذا كان سنة 6 من الهجرة، ومعاوية لم يدخل الإسلام أصلا إلا في العام 8 من الهجرة في عام الفتح، فكيف أشهده النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا آنذاك؟ وعليها توقيع سعد بن معاذ. وسعد عجبت لسعد كيف شهد بعدما مات بسنة، فسعد مات في العام 5 من الهجرة بعدما أصيب بسهم في الخندق، فكيف شهد في العام 3 بعدما مات بسنة؟ فظهر كذبهم، بهت الذي كفر. انظروا عباد الله، فقالوا إن أيوب عليه السلام كان رجلا دينا ولم يكن نبيا من الأنبياء، فرد الله عز وجل عليهم في آيات كثيرة من القرآن. فقال في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، فدل على أن أيوب عليه السلام من الأنبياء. ورد الله عز وجل كذبهم أيضا في سورة الأنعام، فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر الله عز وجل بعد إبراهيم 17 نبيا من الأنبياء، وذكر فيهم أيوب عليه السلام. ثم ختم الله عز وجل بقوله: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فدلت هذه الآية أيضا على نبوته. وذكرها الله عز وجل في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، رد الله عز وجل مزاعم هؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب، فرد على زعمهم أيضا بهذه اللفظة. قالوا اليهود: إنه قد يئس من رحمة الله ولم يرضى بقضاء الله، وكان له أصحاب فلا زالوا يقومونه حتى تاب وأناب وعاد. وهذا محض كذب وافتراء على أيوب عليه السلام. فأحببت أن أذكر قصته في حديث صحيح. إن نبي الله أيوب لبث بلاءه 18 سنة، يا له من بلاء ويا له من صابر. 18 سنة وهو صابر محتسب. لو مرض الواحد منا عباد الله يومين أو 3 أو شهر لنصر وانزعج واعترض، ونسأل الله عز وجل السلامة. 18 سنة. إن بلاء أيوب يا عباد الله كان عظيما جدا. ابتلاه، كان صاحب مال وولد وصحة وجمال، فمات أولاده في حياته وضاع ماله،
ابتلاه الله عز وجل بأخذ ماله فضاع وصار فقيرا وماتت أولاده فصار بلا أولاد وحيدا هو وزوجته. ثم ابتلاه الله عز وجل في صحته وفي عافيته فمرض وضعف 18 سنة. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء أشد الناس بلاء. ولقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاءات كثيرة. ماتت أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها لحقت به بعد 6 أشهر، واتهموه بأنه كذاب وبأنه ساحر وأنه شاعر، وشوهوا صورته صلى الله عليه وآله وسلم في السر وفي العلن أمام الناس ومن خلف الناس للغريب وللقريب. وطرد النبي صلى الله عليه وسلم من بلده من مكة وخرج مهاجرا إلى المدينة، مهاجرا إلى الله عز وجل لإقامة الدولة الإسلامية. ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة طلقت بنتاه، هذا من شدة الأذى. بنتاه طلقتا من أولاد أبي لهب بسبب الجهل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من عتبة وعتيبة كما قال أهل السير. ابتلاءات تحل بالأنبياء. وماتت زوجته خديجة في وقت شديد عصيب، ومات عمه الذي كان يدافع عنه. ابتلاءات الأنبياء عظيمة جدا. فأيوب عليه السلام ابتلي على الآخر وكان بلاؤه عظيما، وأثنى الله عز وجل على صبره، إنه كان صبرا شديدا جدا كما ستعلمون من القصة. 18 سنة فرفضه القريب والبعيد. وهذا عباد الله من إذا ضعفت الأخوة والمحبة في الله عند الناس تركوا إخوانهم المرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق المسلم على المسلم أو من حق المسلم على المسلم زيارته إذا كان مريضا، يعود المريض يزوره ويسأل عليه. والمصيبة تكون أشد إذا كان الرجل عمل في الدعوة إلى الله سنين طويلة ثم أصابه مرض فتركه القريب والبعيد وبقي وحيدا كأنه لا منقبة له ولا عمل له، وكأنه لم يدعو إلى الله سنين طويلة، يبقى وحيدا فريدا. وبعد الناس عن الرجل لا سيما إذا كان في هذا المقام العالي يمثل شيئا خطيرا وشديدا وصعبا على النفس. فمثلا انظروا كما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك لما حكى قصة تخلفه عن غزوة تبوك ماذا قال؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة الناس له قال: فصرت كما وصف الله، ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي. تخيل أنت في بلد لا يكلمك واحد وكانوا يسألون عليك ليل نهار. أيوب كان نبيا وكان صاحب مال وكان يعطي الفقراء والمساكين، يقفون على أبوابه فيعطيهم. هذه أخلاق الأنبياء. مات ولده وضاع ماله وفقد صحته وعافيته، بلاء شديد يا عباد الله. رفضه القريب والبعيد وتخلى عنه الحبيب والصديق إلا رجلين قام بحق الله عليهما
في الزيارة قال بحق الله عليهما في زيارة هذا المريض، في زيارة نبي من الأنبياء. انظروا الحب في الله له رسول وله قواعد. ترك المريض هذا يدل على أن الأخوة لم تكن صافية. لا يسأل الرجل عن أخيه 18 سنة إلا رجلين. الرجل الذي يزور أخاه في الله له أجر عند الله، وقد ورد هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل أرسل ملكا على مدرجة رجل. هذا الرجل خرج إلى قرية لزيارة رجل له في الله، فقابله الملك قال هل لك عليه من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. فقال إني رسول الله إليك، رسول الله إليك. لماذا؟ أرسل الله له ملك من الملائكة يبشره بأن الله أحبك كما أحببته. حب في الله. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول أين المتحابون بجلالي، أي في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله. رجل يحب رجل في الله، إذا مرض ماذا يصنع معه؟ سوف يسأل عنه، سوف يساعده ويقوم بحق الأخوة. إلا رجلان كان من أخص الإخوان، كان يغدوان عليه ويروحان. ومع هذا الحب وكثرة الزيارة فلا تأمن مكر الشيطان، وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة يرتكب فيها إثما عظيما. فقال أحدهما للآخر، قال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. وهذا يمين كاذب ولا شك، يمين كاذب. هو لا يعلم هل أذنب أيوب أم لا، وما هو الذنب الذي لم يرتكبه أحد من العالمين. هذا سوء ظن بنبي، سوء ظن بنبي من الأنبياء. قرطبي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل على لسان إخوة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. قال لو قصدوا ضلال الدين لكانوا كفارا. ليه؟ هذا سوء ظن بنبي من الأنبياء، واعتقاد الضلال في نبي كفر يخرج عن ملة الإسلام كما هو مقرر عند أهل العلم. وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء منزهون عن الكبائر، وذكر أكثر أهل العلم ومذهب الجمهور على أن الأنبياء منزهون عن الصغائر أيضا، عن الصغائر أيضا. فهذا سوء ظن بنبي. إن أبانا لفي ضلال مبين كلمة خطيرة. هذا أيضا قال هذه الكلمة لقد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. هذا كلام يطلقه الرجل جزافا ولا علم عنده. وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسوف نفصل هذه الآية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
عاروا أمورا يعلم الله أنهم أحق بها وصفا وأولى بعيبته، فواحدهم يلقي الكلام مجازفا على حسب ما يأتي بغير رويته. أما يوم القيامة فسيعلم جزاء هذه الكلمة التي قالها. إطلاق الألسنة في أهل العلم مصيبة كبرى وطالة ابتليت بها الدعوة في أيامنا وفي غير هذه الأيام أيضا. ما بالكم بإطلاق اللسان في العلماء في الأنبياء؟ إطلاق اللسان في العلماء، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. ومن وقع في العلماء بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. هؤلاء العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، فما بالكم من ينطق لسانه في نبي من الأنبياء؟ ما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. الاعتراف بالفضل لأهل الفضل يدل على أن المعترف من أهل الفضل أيضا. فهذا النبي تكلم عليه بهذه الكيفية: لقد أذنب ذنبا وأقسم بالله كذب. لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. طيب، ما هو الدليل؟ إذا أردت أن تتكلم في مسألة لا سيما على أحد العلماء أو على أي واحد من الناس، تخيل وضع في نفسك أن الله عز وجل سوف يقيمك بين يديه يوم القيامة ويسأل ويقول: قلت على فلان كذا يوم كذا، فما هو الدليل؟ لا دليل. وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رمى مؤمنا بشيء ليشينه به إلا حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يدلل على صحة ما قال ولا دليل، يظل هذا محبوسا عن الجسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الدروس المستفادة من قصة أيوب عليه السلام. أيوب مظلوم، هذا الرجل تكلم بهذه الكلمة لصاحبه. طيب، صاحبه لم يتمالك نفسه، قال له: وما ذاك؟ طب الدليل؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. 18 سنة هو مريض، ربنا ما يرحموش. طب هذا دليل؟ والمرض كما تعلمون عباد الله له فوائد كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرض ليأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: إني لأتألم كما يتألم رجلين منكم. المرض له فضل، وقد صنف أهل العلم رسائل وكتب في فضل المرض وفي فضل الطاعون وغير ذلك من الأمراض التي تصيب الكثير من الأمة. منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. ده هو الدليل ولا دليل فيه. صاحبه لم يتمالك نفسه، فلما وصل إلى أيوب حكى له ما قاله هذا الرجل، وهذا أيضا لا يجوز. فهذا الكلام يعد نميمة،
نقل للكلام على جهة الإفساد، نميمة. الرجل اغتاب أيوب، والمغتاب النمام يكمل المغتاب في الشر، فيقوم بنقل الكلام إلى صاحبه، إلى الذي قيل عليه، فيدب الشقاق والكراهية، وقد يحدث القتل بين المسلمين بسبب مثل هذه الأفعال. نقل الكلام إلى أيوب فغضب رحمه رضي الله عنه، فغضب صلوات الله عليه، وقال واضطر إلى مسألة، إلى ذكر بعض مآثره. قال والله لا أعلم شيئا عما تقولان، يعني أنا ما ارتكبت ذنبا لم يرتكبه أحد من العالمين. ثم اضطر إلى ذكر بعض مآثره التي كان يفعلها ولا يعلم أحد به. إنسان قد يضطر إذا ظلم أو تعدى عليه رجل أن يذكر بعض محاسنه وأعماله، وهذا موجود، وقد فعله عبد الله بن مسعود وغيره، بل عدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة توزيع غنائم هوازن، وهذا معلوم. لكن أيوب عليه السلام ليه؟ لأن الإنسان يحتاج إلى الرد بذكر المآسر، وقد يحتاج الرجل إلى من يذكره بمآسره أيضا في أوقات المحنة والشدة. لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى خديجة رضي الله عنها فقال والله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب إلى نهاية الكلام. فذكرت مآثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم وفي هذا دليل على حاجة الرجل إلى ذكر مآثره عند الشدة والخوف. أما أيوب فقال والله لا أعلم شيئا عما تقولان، غير أنني أمر بالرجلين يتنازعان. حصلت على معركة أو مشكلة بين الرجلين، يقول له مثلا والله لأضربنك وأفعل لك كذا وكذا، والله لكذا وكذا، ويسب والله أنت كذا وكذا. هذا ذكر لله في غير محله، هذا محل تنازع، فلا يذكر الله عز وجل في مثل هذه المواضع تعظيما لله. إذا كانت السنة النبي عليه السلام قال من كان منكم حالفا فلا يحلف إلا بالله، وإن حلف له بالله فليصدق. يصدق ليه؟ تعظيما لله. حافظ ابن حجر في فتح الباري قال والعلة في النهي عن الحلف بغير الله لأن الإنسان لا يحلف إلا بعظيم، والعظمة كلها لله سبحانه وتعالى. فتعظيما لله الذي حلف لك به عليك أن تصدق ولو كان الرجل كاذبا، فهذه هي أخلاق الأنبياء. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، رآه بعينيه فقال أسرقت يا رجل؟ فقال لا والذي لا إله إلا هو ما سرقت. رآه بعينيه فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. ليه؟ تعظيما لاسم الله الذي حلف به الرجل. فأيوب عليه السلام يمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله
فيرجع إلى بيته فيكفر عنهما، يكفر عن هذه الأيمان التي صدرت. وأهل العلم يقولون أنه لا يجوز لرجل أن يكفر عن رجل بغير علم، وبعضهم قال إنما هذا في مناقب أيوب، وقد يكون هذا في شريعته والله أعلم. يعود فيكفر ويستغفر كراهة أن يذكر الله عز وجل إلا في خير. انظروا إلى هذا التعظيم، هذا الذي فيه هذه الصفات يرتكب ذنبا لم يرتكبه أحد من العالمين، حاشا وكلا. فذكر بعض ما يسره، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان أيوب عليه السلام يخرج لقضاء حاجته، يخرج لقضاء حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت زوجته بيده. زوجة أيوب الصابرة هي الأخرى، التقية الوفية التي خدمت زوجها المريض 18 سنة. درس عظيم للنساء. إذا مرض الرجل فترة من الزمان فإن كثيرا من النساء يتأسفن وتتصل المرأة بالتليفون وتقول: زوجي مريض منذ فترة وأنا تمليت وأنا أثرتني السآمة وأنا ونسيت فضله عليها ونسيت حقه عليها ونسيت أنه يعمل أعمالا ويخدم خدمة وقد يواصل الليل في النهار لتوفير حاجتها وحاجة أولادها. وقد وصى الله عز وجل المرأة على الزوج، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. المرأة الوفية تخدم زوجها 18 سنة بعدما كانت غنية فقدت مالها، وبعدما كانت لها أولاد أيوب فقدتهم، فخرجت بعد هذا الغنى وبعد هذا الشرف للعمل في بيوت الخلق حتى تتمكن من الاتيان بأموال للنفقة على زوجها المريض الذي طال مرضه وبعد عنه الأهل والأصحاب. زوجة أيوب تصلح من شأنه درسا في الوفاء، درسا في الصبر على المرض. والله عز وجل بين أن العاقبة للمتقين، وهذا من التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الوفاء أيضا، كما هو مطلوب من الزوجة أن تكون وفية، مطلوب من الرجل أن يكون وفيا أيضا لزوجته. وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها، علمنا الوفاء صلى الله عليه وسلم. إذا أتى بلحم وزع على أصحاب خديجة التي كانت تحبهم في الدنيا، وكانت صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لها ولفضائلها. وغارت منها عائشة، قالت: ما غرت من امرأة حية كغيرتي من خديجة. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ذات يوم، فقلت له، أرادت أن تعبر عن نفسها، فقالت: وما هذه المرأة امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في ثالث الدهر أبدلك الله خيرا منه. تقول عن خديجة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. صدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني لما حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمت أولاد النساء. وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأوفياء. وأيضا امرأة أيوب كانت وفية لزوجها 18 سنة، وأغضبته مرة
فماذا فعل؟ أقسم يمينا أن يقوم بجلدها 100 جلدة، أن يضربها 100 جلدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت قد أغضبته مرة فأقسم أن يضربها 100 جلدة إن شفاه الله عز وجل. أهل العلم يقولون لما بلغ أيوب عليه السلام أن صاحبه قال عنه هذا ضاق ذرعا بهذه الكلمة وغضب منها، فهيجه ذلك على الدعاء، فنادى ربه فقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 18 سنة ويقول مسني الضر، مع أن أهل السير يقولون ما ترك البلاء موضعا من جسد أيوب إلا أصابه. البعض قال الجذام، والبعض قال الجدري، والبعض قال البرص، والبعض قال الشلل، ولا نعلم في هذا العلم مرفوعا صحيحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه كان مبتلى. قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي بعض الإسرائيليات التي لا إسناد لها صحيح أن زوجته باعت ضفر رأسها شعرها وأتت بطعام جيد، فقال من أين هذا؟ قالت فكشفت عن رأسها، فلما رأى هذا بكى وقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا الله عز وجل ثم خرج لقضاء حاجته، وزوجته تمسك بيده لأن المرض أوهنه وأضعفه وهو يقضي حاجته. لما جلس أوحي إليه أن اركض برجلك، اركض برجلك، هذا يعني اضرب الأرض برجلك. رجل مريض لا يستطيع أن يضرب الأرض برجله ضربا يؤدي إلى نتيجة في نظرنا. رجل مريض هيضرب 18 سنة مريض هيضرب الأرض تعمل ايه؟ بالعكس. لكن لا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اركض برجلك، فضرب الأرض برجله. هذا مغتسل بارد وشراب، فخرج الماء وصار من الأرض، ما خرج من الأرض كما خرج هنا لإسماعيل لما انتهى الماء والتمر من أمه وطاف بين الصفا والمروة، سعد بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهول، وهي تقول وغوثاه. إبراهيم عليه السلام لما تركها قالت إلى أين يا إبراهيم؟ يعني أسيبني وحدي أنا وابني وأين تذهب وليس بمكة إنسان؟ الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فأشار أن نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ولذلك لما سعى الإنسان المجهول وإسماعيل عليه السلام يبكي، نزل جبريل من السماء كما في بعض الروايات فقال إلى من وكلكما؟ قال وكلنا إلى الله. قال إذا وكلكما إلى كافر. ثم ضرب الأرض بجناحه فقال الماء من الأرض تحت أقدام إسماعيل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحم الله أم إسماعيل لو لم تغرف من زمزم لكانت عينا معينة ماء يخرج إلى يومنا هذا، لكانت عينا معينة فشربت وسقط ولدها وبقي الماء إلى يومنا هذا. انظروا عباد الله، ارقص برجلك، الأمر صدر من الله إلى الأرض أن تخرج هذا الماء كما قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. امرأة وضعت ولم يعين لها إلا الله، ماذا يصنع هزها للنخلة؟ تساقط، وفي قراءة أخرى تساقط عليك رطبا جنيا. من الذي أسقطها؟ الله سبحانه وتعالى. عناية الله بأوليائه جل في علاه. ارقص برجلك، اضرب الأرض برجلك. ما الذي حدث؟ فخرج الماء من الأرض. هذا مغتسل بارد وشراب. اغتسل بالماء، فاغتسل أيوب عليه السلام بهذا الماء، فذهب كل بلاء كان في جسده بأمر الله سبحانه وتعالى. وشراب، أيشرب من هذا الماء يا أيوب؟ فشرب أيوب عليه السلام، فذهب كل وجع وألم ومرض كان في بطنه، ومر عليه الماء بأمر الله جل في علاه. يا عباد الله، مهما طال مرضك فلا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما طال المرض فالله عز وجل يحيي العظام وهي رميم 18 سنة، وأيوب يعاني وفي لحظة. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. انظر، فشرب منه فعاد كما كان قبل 18 سنة. أعطاه الله جلدا حسنا ورد عليه الصحة والعافية. وقال بعض أهل العلم منقولا عن بعض الإسرائيليات بل وكساه الله ثوبا من الجنة. عاقبة الصابرين، العاقبة لهؤلاء الذين صبروا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تأخر على زوجته أيوب عليه السلام، فلما قدر وقد عاد كما كان، ما الذي حدث؟ سألت هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ ما رأيت أحدا أشبه به منه، أنت أشبه واحد به. فقال أنا هو، شفاني الله عز وجل. الله شفاه، إذن رد الله عليه صحة وعافية. طب المال الذي ضاع ما الذي حدث؟ أرسل الله عز وجل سحابتين. السحاب يحمل الماء، في هذه المرة إنما حمل السحاب الذهب. أما قول عمر بن الخطاب فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فهذا لم يصح عن عمر أصلا. وقد ثبت أن السماء أمطرت ذهبا كما في صحيح البخاري لما أمطرت لأيوب عليه السلام جرادا من ذهب مصنوع كالجراد، وأخذ أيوب يحثو منه ويقول لا غنى لي عن بركتك يا رب. والله عز وجل يقول ألم أغنيك عن هذا يا أيوب؟ يعني ألم أرسل إليك السحاب فأفرغ ما به من ذهب في بيدر القمح. كان زمان لما كان عنده مال كان بيخزن القمح في مكان، جاءت السحابة. السحابة تعرف مكان بيدر قمح أيوب. من الذي عرفها؟ إنه الله. السحاب يأتمر بأمر مولاه جل في علاه. لما الرجل دخل على النبي عليه السلام
وقال له هلك الزرع والزرع ونطقت المراجيح، ما الذي حدث؟ فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتهدر من على لحيته. قال أنس بن مالك وكانت السماء صافية، كانت السماء صافية مثل الزجاجة، وإذ بسحابة عظيمة تأتي من خلف الجبل، من خلف السلع أتت سحابة. من الذي حركها وأرسلها؟ من الذي يرسل السحاب الثقال؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى. حملت ذهبا فأفرغته في بيدر القمح، وحملت ورقا أي فضة فأفرغته في بيدر الشعير، فرد الله عز وجل عليه ماله، رد الله عليه ماله أيضا. وأما الولد فاختلف أهل العلم فقالوا أحياه الله عز وجل، أحياهم بأعينهم لأيوب بعد موتهم، وهذا قول في النفس منه شيء. وقيل ولدت زوجته أكثر من هؤلاء الأولاد، وهذا قول متهم. وقال بعض أهل العلم جمعه الله عز وجل بأولاده وزوجته في الجنة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين. قصة أيوب فيها فوائد كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.